لا هقول لكم بقى يلا نحضر اللانشون عشان خاطر المدرسة، واصلا اللانشون مش صحي اصلا وبيطلع فاشل حتى لو عملناه في البيت. النهاردة هنعمل وصفة ألذ من كده، هنعمل السجق الشرقي او سجق البقالة. هقدمه لكم طبعا النهارده بطريقه صحيه جدا، من غير بقى مكن ومن غير اي تعب ولا اي حاجه خالص، ولا نحشي ولا اي حاجه. شايفين شكله حلو جدا في السندوتش ازاي؟ قمر قمر قمر، من غير اي مواد حافظه، من غير ملونات صناعيه او دهون غير صحيه كمان فيه، وكمان لحم صافي 100%. ولا ريحته ولا طعمه حاجه كده اخر لذيذه. طبعا ينفع نعمله لاولادنا في المدرسه، وينفع ناخده معانا الشغل او الجامعه او اي مكان. اعملوا لايك ويلا بينا على المقادير حالا. دي زي ما احنا متعودين بناخدها سكرين شوت، ويلا بينا على الخطوات على طول. عندي لحمه مفرومه باي كميه، الكميه دول حوالي كيلو الا ربع. ممكن طبعا تعملوا ازيد، ممكن تعملوا اقل على حسب ما انتوا عاوزين. بيبقى فيها نسبه دسم كده بسيط. طبعا الدسم الحيواني او الدهن الحيواني طبعا مفيد جدا، مفيش اي مشاكل، بس طبعا مبقاش اوفر يعني. اوكي، دول حوالي كيلو الا ربع. عندي بقى معلقه صغيره من كل من ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، وتوم وبصل باودر، وبابريكا عادية أو مدخنة، بس يفضل تكون مدخنة، بتدي طعم جامد جدا. خصوصا السجق الاسكندراني ده بيبقى محبش كده وفيه توابل جامدة قوي. وعندي ده اختياري، عندي لون أحمر، طبعا لون غذاء، مفيش أي مشاكل خالص، طبيعي يعني. ممكن استخدمه أو ممكن ما استخدموش على حسب ما انتوا عاوزين. هحط التوابل كلها على اللحمة، واحط يعني كام نقطة كده من اللون الأحمر على حسب درجة السجق، اللون بتاعه اللي انتوا عاوزينه. يعني انا حطيت حوالي يمكن 7 أو 8 نقط وبس. خلاص نبتدي بقى ايه، نعجنه كويس قوي. هنعجنه قد ايه؟ يعني يمكن من 2 ل3 متواصلين، عشان خاطر كله يخش في بعضه. الميزه بتاعت السجق ده ان هو محبش قوي، يعني التوابل فيه يعني اوفر شويه، عشان كده ما بيتحط على البيتزا بقى وبتعمل سندوتشات بيبقى طعمه خرافه. وممكن نحطه على الفول، نحطه مع البيض الصبح، حاجات كتير جدا. طبعا بره مبقاش عارفين هو مخلوط بايه ولا محطوط ايه، ولا هو اساسا لحمه ولا مش لحمه يعني. ما اعتقدش هتكون حتى لحمه، لو لحمه مش هتكون لحمه بلدي محترمه يعني. فاهمين قصدي؟ سبته يعني يمكن 10 دقايق في التلاجة يتشمع، بعد ما خلاص اتاكدت ان كله دخل في بعضه بقى تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الاسترتش ده بتاع اللي انا بغلف بيه الجبن وبغلف بيه اللحوم والحاجات دي كلها. طبعا لازم يكون نوع نظيف، مش اي نوع رديء وخلاص. ده هيبقى بديل للمكنه. هوريكم ازاي هعمله ان شاء الله باذن الله واحده واحده. اول حاجه هجيب شويه ميه صغيرين، ميه عاديه من الحنفيه، واحطها على الرخامه عشان بس اتاكد ان الاسترتش هيلزق شويه مني، عشان خاطر هو بيطلع، انتوا عارفين الاسترتش رخم في الحوار ده قوي يعني. واجيب اي حاجه تقيله واقدر ان انا احطها على الطرف بتاع الاسترتش كده زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا افرد على حسب الحجم الحاجه اللي انا عاوزاها. خلاص انا كده مثلا اخدت مثلا حته حلوه كده من الاسترتش، خلاص تمام. هشيلها بقى كده على جنب واتاكد ان كله خلاص لزق اهو تمام. خلاص هو كده تمام، عشان بس ما تكرمش مني، لو كرمشت مني مش عارفه افردها تاني. وهاخد قطعه من اللحم اللي انا تبلته الجميل ده، وابتدي بقى ان انا ايه، اكوره كده، واحاول ان انا المه في بعضه، مبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه اوفر يعني. وابتدي بقى ان انا احطها كده على طرف، اجي على الطرف سواء اليمين او الشمال، وابتدي ان انا اعمله شكل اسطواني شويه يعني. اهو بوريكم خطوه خطوه عشان يبقى الموضوع very clear او واضح جدا ليكم. اوكي بص، شكل اللحمه حلو جدا، وريحتها مش قادره اوصف لكم، حلوه جدا زي اللي بيجيبوا من بره بالظبط والله، واحلى وانضف كمان طبعا. خلاص هجيب بقى الطرف زي ما احنا شايفين كده، وابتدي بقى ارولو او الفه كده شكل اسطواني. بس وانا بلف بدخل الاسترتش لجوه، فاهمين قصدي؟ عشان خاطر اشيل اي هوا ممكن يخش لي على اللحم. بالظبط كده اهو، بلف وادخل لجوه، الف وادخل لجوه، لغايه ما الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لنا. اهو نحاول ان احنا ما ندخلش هوا على قد ما نقدر، عشان الشكل بس يبقى ظريف بعد ما يطلع. بصوا بقى، نيجي عند الاجناب كده هنقفلها زي البونبونيه، عارفين البونبونيه كده بالظبط، نفس الفكره. اهو نربط من هنا كويس قوي قوي قوي، وكمان نربط من هنا كويس جدا جدا. نحاول نخليه يقرب من بعضه على قد ما يقدر. عايزينه طبعا على حسب ما انتوا عايزين السمك بتاعه، عايزينه بقى سميك، عايزينه رفيع، على حسب ما انتوا عاوزينه. طبيعي السجق الاسكندراني ده بيبقى يعني سميك قوي مقلبص كده وشكله يفتح النفس يعني. عملت لكم واحده صغيره الاول، بصوا شكلها كيوت قوي وعسوله. خلاص كده تمام، جاهزه معايا. هعمل لكم تاني بقى، هنكرر برضو نفس العمليه، بس المره دي هنعمل يعني قطعه اكبر شويه،
انا بحب السجق الاسكندراني يكون كبير كده وسميك، بيبقى طعمه احلى وشكله ظريف اكتر يعني، على حسب ما انتوا عاوزين. بحط كده واطبطب زي ما انتوا شايفين كده، وخلاص اتاكد ان انا كده تمام. ابتدي بقى ارول على الشكل ده اهو، زي ما احنا شايفين كده بالظبط، ارول وادخل لجوه. لو عندكم لحمه مفرومه مش عارفين تعملوا بيها ايه، صدقوني دي هتفرق معاكم كتير جدا، وهتخليكم تعملوا كميه وتريحوا نفسكم. الولاد جعانين في اي وقت اقدر اطلعها، مثلا اعمل بيتزا، اعملها مثلا على الفطار الصبح بشويه فول بشويه بيض، لذيذ وطعمه تحفه، لان التوابل عامله شغل عالي جدا اهو. بلم كده وخلاص تمام. وبرده هنقفل من الاجناب زي البونبونايه بالظبط. انا عملت لكم واحده رفيعه، انا هكمل باقي بقى يبقى سميك، لان زي ما قلت لكم السجق الاسكندراني بيبقى سميك او تخين يعني، بيبقى شكله ظريف اكتر يعني اهو. اتاكدت ان هو خلاص تمام كده، خلاص هو كده جاهز معايا. وبصوا شكله قمر اهو. بصوا هقسمها بقى نصين زي ما بنشوف كده في المحلات ازاي. همسك القطعه كده واعكس بقى، واحده يمين واحده شمال زي ما بيقولوا. اوكي، وهجيب الاسترتش اللي انا عاملاه بيه، هاخد منه حته كده اللي كرمش مني يعني، هربط بيه في النص. ممكن بخيط، ممكن شغال مفيش مشكله، بس انا يعني من نفس الحاجه نفسها، بدل ما هقدر وارمي لا انا هاخد اللي بيتفضل لي، وبرده هستخدمه في ان انا اقسم السجقايه نصين اهو. شكله ظريف جدا جدا جدا. لو منكم اقوم اعمله دلوقتي، ان هو سهل جدا، مش محتاج حاجه ولا بصل بقى ولا اي حاجه خالص، مجرد توابل ولحمه ولون. لو مش عايزين لون خلاص مش مشكله، بس يعني اهو بقى شكله كيوت قوي. هكمل بقى كل الكميه على نفس المنوال برضو، عشان خاطر اقدر ان انا احفظه. طبعا من دلوقتي اقدر اشيله في الفريزر عادي واطلعه واسلقه عادي حسب ما انتوا عاوزين. هو كده خلاص جاهز معايا ومفيش اي مشاكل، انضف بكتير من اللي بيباع بره وصحي، وزي ما قلت لكم لحمه حقيقي، مش مجرد حاجات كده مش عارفين ايه هي، ودهون طبعا مش صحيه خالص، وشويه الوان وطعم وشكرا. لا دي حاجه صحيه ومش مؤذيه لينا ولا لاولادنا خالص. فحل على النار، اكون غليت ميه مغليه، وهنزل فيه بالكميه اللي انا عاوزه اعملها. بصوا شكلهم حلو قوي. هسيبهم على النار يمكن 20 دقيقه زي ما احنا شايفين. بصوا بقى انتفخ معايا وبقى امور ازاي وما بقلص، وايه حاجه في منتهى الروعه والجمال. اتسلق طبعا معايا، وابتدي بقى اطلعه واحطه في صينيه على جنب، وابتدي اجهزه. زي ما قلت لكم ايه، بيخش معانا في وصفات كتير جدا جدا، وطبعا صحي. هبتدي بقى افتحه. بصوا من غير مكن بقى ومن غير اي حاجه، هو ايه مكلبس شويه عشان خاطر السجق الاسكندراني بيبقى شكله كده. ممكن يبقى رفيع، ممكن تعملوه ارفع من كده على حسب ما انتوا عاوزين. بصوا بيتقطع معايا ازاي، منتهى الجمال وريحته جنان تحفه. بصوا شكله من جوه عامل ازاي. عايزه اديله تشويحه كده على النار برضو، اديله طعم الشوي كده، او يعني يبقى طعمه لذيذ اكتر. احطه على النار بشويه زيت زيتون او سمنه، اي حاجه انتوا عاوزينها، وابتدي ان انا اشوحه كده يمين وشمال، بس اديله لسعه كده بسيطه عشان خاطر يبقى طعمه احلى. بصوا شكله من قريب تحفه، ريحته حلوه جدا يا جماعه. التوابل عامله شغل عالي جدا اهو. تمام. هبتدي بقى احضر السندوتشات بتاعتي. ده فينو. بصوا بيتقطع من فوق عشان تبقوا عارفين، يعني عشان بتشوفوا في الاعلانات كده بيتعمل ازاي، بيتقطع من فوق مش من الجنب خالص، بشكله احلى. طبعا الفينو ده مش صحي. الفينو الصحي لو عايزين تعرفوا انا عملته ازاي، عملته قبل كده معاكم في القناه، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. طعمه كان تحفه، بس ده مش صحي. كان عندي رغيفين كده يعني، خليهم بقى الاولاد. انا مش بشجع والله حاجه زي كده، بس هو باباهم كان جايبه لهم. بس يلا خلاص بدل ما نرميه بقى، يلا هم ياكلوه بالهنا والشفا. احط على الوش شويه مستردة كده، طبعا مستردة صحيه. اوكي. احط ده صوص ستراتشا، بموت فيه، بحبه جدا برضو. يعني نحط كده شويه حلوين، المفروض كانوا شويه صغيرين بس انا يعني استغبيت شويه وزودت. وهنعمل رغيف تاني. طبعا انا مش هاكل خالص الفينو ده، انا هاخد بس قطمه عشان خاطركم. انا عامله لنفسي انا عيش شوفان على جنب عشان اكل بيه القمر ده. بصوا من جوه شكله قمر
بجد اصبروا عليه بس يا جماعه يبرد، بس كل ما بيبرد يكون بيتقطع افضل وافضل. برضو هكرر نفس العمليه كده، احط شويه المستردة وشويه السراتشا ويبقى جاهز معايا حاجه جنان. اظن مفيش احلى ولا اجمل من كده، طعمه جنان. هندوق طبعا اكيد مع بعضينا يعني. شكله حلو جدا وصحي طبعا زي ما قلت لكم، والريحه بالظبط زي اللي بنجيبه من بره. ناخد بقى القطمه المتينه كده، قطمه كده صغنونه من نفسي، واروح انا اكمل بقى بالشوفان. تمام، نقطه. بصوا قمر، بصوا من جوه عامل ازاي، ولونه تحفه. لازم يا جماعه تجربوه، لو انا منكم اقوم اعمله دلوقتي. واحلى حاجه انه ينفع جدا ان احنا نعمله لاولادنا ياخدوه معاهم المدرسه، خصوصا ان احنا في السيزون بتاع المدارس اللي من دول. يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والتيك توك. سلام.